صباح الفل. طبعا كلنا شايفين الخناقه اللي دايره ما بين المستشار مرتضى منصور ونادي الزمالك، واللي دخل فيها مؤخرا عمرو اديب في برنامج الحكايه، واللي هاجم فيها المستشار مرتضى منصور بكل قوه. طيب عايزين نعرف ايه الحكايه وايه الموضوع من الاول، وايه اللي وصل الامور لهذا الحد. طيب كان في بلاغ قدمه المستشار مرتضى منصور. البلاغ ده كان 22/5/2023. يعني انا هسيب لكم برضو الشكوى دي في الفيديو عشان لو حابين ان انتوا تقروها بتمعن، لان هي طويلة، حوالي 3 4 صفح، ولكن انا هقول لكم المضمون بتاعها. طيب الشكوى دي كانت بخصوص ارض اكتوبر. قال ان هو ومجلس الاداره بتاعته اشتروا الارض دي كانت حوالي 130 فدان تقريبا، وخلصوا القسط بتاعها بدري 20/7/2020، ولا يحق لاي حد ان هو يتصرف فيها غير مجلس الإدارة اللي هو كان تابع ليه أو كان برئاسة المستشار مرتضى منصور، ولا يجوز لأي أحد التصرف فيها إلا أعضاء النادي أنفسهم وبموافقة الجمعية العمومية. هو بيقول بقى إن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي حاولوا إن هم أو تصرفوا في جزء من ال 130 فدان دول عشان يعملوا فيها مساكن ووحدات استثمارية. وبيقول إن هو ان هم باعوا المتر الواحد ب 8000 جنيه، وهو يستحق 150,000 جنيه، وده اهدار للمال العام. يعني ده كان مضمون الشكوى. وزي ما قلت لكم هسيب لكم الشكوى تقدروا ان انتوا تقروها كلها. هي بالظبط 4 صفح، 4 صفح بالظبط. اللي حابب يقراها يقراها. طيب الكلام ده كان امتى؟ كان 2023. طيب لما جت الارض اتسحبت من نادي الزمالك، طبعا اعضاء مجلس الاداره الحالي كان متاكد 100% ان سحب الارض دي بسبب الشكوى اللي قدمها المستشار مرتضى منصور. طيب بناء عليه طلع بيان نادي الزمالك طلع بيان وقال: قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعزول مرتضى منصور، وتقدم النادي بعدد من البلاغات إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي على تحقيق حلم جماهير القلعة البيضاء وتشييد الفرع الجديد في مدينة 6 أكتوبر. ده كان رد أو بيان من نادي الزمالك بسبب إن الأرض اتسحبت من نادي الزمالك. يعني هم يعني مقتنعين 100% ان سبب سحب الارض هو الشكوى اللي قدمها في 2023 المستشار مرتضى منصور. طيب بعد ما البيان ده نزل على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، شيرها رامي نصوحي اللي هو عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك. قال ايه بقى؟ شيرها وقال ايه بقى على البوست: أنا وأنت ورموز النادي اللي عايشين والرموز اللي ماتوا كانوا سبب من أسباب لتفشي هذا المعزول، وحان الوقت للقضاء عليه وعلى أعوانه. عدو الزمالك التاريخي والأبدي لابد أن ينتهي للأبد. ده البوست اللي شيره رامي نصوحي، وكان مشير فيه البيان على فيسبوك. طيب يسكت المستشار مرتضى منصور؟ طبعا ما سكتش، شير برضو وكتب كلام على صفحته على فيسبوك وقال ايه بقى: للأسف وصلتني ورقة تواليت، أنا آسف يعني، مكتوب عليها شوية قاذورات زي اللي كاتبهم، وبالصدفة كنت داخل التواليت فوجدت المياه مقطوعة. حزنت لثواني وبعدين فرحت جدا لأني استخدمتها بدلا من المياه، ثم لقيتها في مكانها الطبيعي، صفيحة الزبالة اللي جنبي. بيانات ايه يا شوية؟ وقال كتب كلمة كده: أنا معزول تمام، انتظروني عشان هديكم بالجزمة غدا بالصوت والصورة بالمستندات، ومش بالجعجعة والكذب. والراجل فيكم يرد عليا بالمستندات، وإلا أقسم بالله هدعو أعضاء النادي للاجتماع بهم داخل النادي، ولن تنضربوا إلا على مؤخراتكم بأحذية النساء. هو كتب كده ردا على طبعا كل اللي حصل على صفحته على فيسبوك، الصفحة الرسمية.
طيب ايه اللي حصل بعد البوست اللي نزله المستشار مرتضى منصور؟ حصل الآتي: عمرو أديب طلع امبارح على قناة ام بي سي في برنامج الحكاية، وطبعا كان منفعل جدا. طبعا في البرنامج وصف المستشار مرتضى منصور ان هو متطرف، ومين اللي واقف معاك، وازاي الدولة ساكتة عليك، ومين واقف في ظهره، وانت وعيالك بوظتوا النادي ولبسناكوا الطرح في سنة ومشيناكم من النادي. حتى الورقة اللي انت كاتب عليها الشكوى دي انت ما تساويش الورقة اللي انت كاتب عليها الشكوى. يعني كلام كتير جدا، تقدروا ترجعوا للفيديو حوالي 40 دقيقة. كلام كتير جدا على المستشار مرتضى منصور، وهجوم كبير جدا من عمرو أديب على مرتضى منصور بسبب الشكوى اللي عملها والكلام اللي كتبه على فيسبوك. طيب بعد كده يسكت المستشار مرتضى منصور؟ لا، مسكتش طبعا. يعني البوست والله يعني أنا مش عارف اقراه الصراحه. يعني بوست يعني مليان حاجات غريبه. المستشار مرتضى منصور طبعا انتوا عارفين ان هو مش بيتكسف وبيكتب زي ما هو عايز يعني. فاول حاجتين قال: يجوز لميس ورحمه محمود محي الدين وجلاوته عندكم لحبسكم يا متجنس واقفل لك قناتك. والباقي بقى هسيبه لكم، يعني هو كده كده موجود على صفحته الرسميه على فيسبوك، اللي عايز يقراه يقراه، وبرضه هسيبه لكم هنا اللي حابب ان هو يبص عليه على الكلام ده يعني. فهو ما سكتش طبعا لعمرو اديب، ادهم له. فده كان الرد بتاعه على الفيديو الاخير اللي عمله عمرو اديب، او اللي اتكلم عليه وهاجم فيه مستشار مرتضى منصور على قناه ام بي سي في برنامج الحكايه امبارح. فحتى هذه اللحظه لسه ما فيش اي رد فعل تاني. فانا حبيت بس اعرفكم الحكايه من اولها لاخرها، والتسلسل كان عامل ازاي، والشوكه كانت ماشيه ازاي من البدايه. فهنشوف بقى لو في اي تطورات تانية بالنسبة لموضوع ارض اكتوبر. وفي شد وجذب كبير جدا ما بين المستشار مرتضى منصور ونادي الزمالك، وكمان عمرو اديب دخل على الخط. فربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله. حبيت اوضح لكم الامور بس كده عشان الدنيا شكلها داخله في بعض، فحبيت افهمكم. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.